الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. المنتخب المغربي بيصعد لدور الثمانية في كأس العالم، وعلى حساب مين؟ على حساب المنتخب الأسباني. أسبانيا واللي كانت في بداية البطولة مرشحة للفوز بكأس العالم مع لويس إنريكي، وده ما كانش من فراغ، لأن فرقة أسبانيا فريق منظم جدا على المستوى التكتيكي، فريق عنده حلول وفريق منسجم جدا وبيلعب وكأنه نادي مش منتخب، لأنه الأفكار كان سهل جدا إنه لويس إنريكي يدخلها على فريقه، لأن معظم اللعيبة بتلعب مع بعضها وكمان الفلسفة قريبة جدا، فبالتالي كان منتخب صعب جدا. ولكن وليد الركراكي الحقيقة أظهر شخصية على أرض الملعب لفريقه متماسكة وصلبة تكتيكية. وليد الركراكي عمل شيء تكتيكي ما كانش بيعمله في المباريات اللي فاتت، سواء ضد كندا او كرواتيا وبلجيكا او المباريات الوديه، وهو تحديد منطقه افتكاك الكره. كابتن وليد الركراكي كان بيعتمد في المباريات اللي فاتت انه يقف دفاع متوسط في وسط الملعب، لكن ضد اسبانيا الوضع كان مختلف. هو اختار الدفاع المنخفض علشان يقلل من استفاده اسبانيا في المساحات لو هم مستحوذين على الكره في وسط الملعب، وصعود خطوط منتخب المغربي في الوسط او فوق الدايره. والحقيقه كمان انا محضر لكم فيديو تكتيكي هيكون شامل للتكتيكات اللي حصلت من وليد الركراكي، ولكن الفيديو ده هو ردة فعل نفرح مع بعضنا من خلاله بالانتصار التاريخي للمنتخب المغربي اللي شرف الفرق العربيه، شرف الفرق الافريقيه، وبيقول ان احنا فعلا نقدر نفوز على المنتخبات الكبيره. وبعد الانتصار الكبير اللي عمله منتخب السعوديه ضد الارجنتين، وبعدها تونس ضد فرنسا، بنشوف المنتخب المغربي بيرفع راسنا بعد انجازاته في المجموعات ضد كندا وبلجيكا وكرواتيا. فالحقيقه المنتخب المغربي النهارده لازم كلنا نسقف له. ايوه، لازم انت توقف الفيديو حالا وتسقف سقفه كبيره، سقفه عاليه، سقفه فيها فرحه وفيها فخر وفيها تشريف ان احنا فعلا نقدر. ولكن الفكره ان احنا نكون جاهزين، ان احنا نكون مؤسسين فرقنا كويس. اللعيبه من المنتخب المغربي بتلعب في فرق كبيره، وكمان اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المحلي كلهم ابدعوا. وكمان هيكون في فيديو خاص لمين بقى؟ للنجم الكبير سفيان امرابط، اللي الحقيقه هنا لو تشوفوا سفيان امرابط هنا طبعا الصوره التكتيكيه اللي بتوضح لك اختيار المنتخب المغربي للثلث الاول في الدفاع، فبالتالي يكون واقف بالعشر لعيبه. معروف ان منتخب اسبانيا بيستحوذ على الكره ب 3 2 5 او 2 3 5، خمس لعيبه بعرض الملعب. فهنا وليد الركراكي كان موقف حكيم زياش بدور دفاعي استثنائي على الجهه اليمنى بجانب اشرف حكيمي علشان يكون لاعب خامس. نفس الشيء لو الكره على الجهه اليسرى للمنتخب الاسباني هتلاقي سفيان بوفال واقف مع مزراوي. فالحقيقه ادوار دفاعيه كانت مثاليه. هنا بقى يعني شايفين سفيان امرابط وازاي بيضغط على داني اولمو علشان يعزله عن استلام الكره، انه ما يستلمش في مساحه. هنا يعني بيبحث المنتخب الاسباني عن احداث تفوق عددي في منطقه الكره بخروج داني اولمو او خروج اسينسيو. لكن الحقيقه المنتخب المغربي كان درسه بشكل جيد جدا من خلال وليد الركراكي وتعليماته. كمان هنا هنتكلم عن التكتيك اللي كان محضر له بشكل مثالي وليد الركراكي في ركلات الجزاء، وازاي ياسين بونو كان جاهز جدا جدا للتعامل مع ركلات الجزاء. فعلشان كده، علشان الفيديو ما يكونش طويل، انه تكتيكات منتخب المغربي، انه يكون في لسفيان امرابط فيديو، انه يكون لياسين بونو فيديو، ركلات الجزاء بشكل عام هيكون لها فيديو خاص، فما يكونش فيديو طويل. فانا يعني قلت احنا الفيديو ده نفرح مع بعض. مبروك مبروك مره واثنين وثلاثه وعشره المنتخب المغربي. الدفاع كان جيد جدا، كان صلب. رومان سايس، نايف اكرد، وادوار دفاعيه جيده جدا. كان في شويه بعض الهفوات، ولكن الحقيقه قدموا مباراه كبيره جدا. كمان لما نزل جواد عمل تغطيات كبيره جدا. يمكن نقول بس ليه عنصر قلوب الدفاع وهو بدر بنون، النهارده لك تتعوض مره ثانيه بعد ضياعه لركله الجزاء. الاطراف يعني لو شفنا مزراوي او اشرف حكيمي قدموا مباراه كبيره جدا على المستوى الدفاعي، ودي مش الحاجه اللي بيفضلوها، ولكن قدموا التزام كبير
كبير جدا مع فريقهم المنتخب المغربي. كمان حكيم زياش وسفيان بوفال والعودة المستمرة هنا كمان في وسط الملعب، سليم أملاح، عز الدين أناحي، والتغطيات الكبيرة والضغط العالي، الضغط العكسي، الضغط الشرس، ومراقبة عناصر المنتخب الأسباني في خط الوسط سواء بدري أو جافي، أو كمان الضغط على بوسكيتس من سفيان أمرابط اللي كان بيغطي المساحات بشكل جيد. يوسف النصيري كان له دور كبير جدا في قربه في التمركز من لاعبي خط الوسط علشان يعزل بوسكيتس عن حامل الكرة في خط الدفاع المنتخب الأسباني سواء رودري أو إمريك لابورت. فالحقيقة المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة جدا تكتيكيا، وكان له فرص من خلالها. يعني شديري يعني كان يقدر يسجل، يخطف شدير الحقيقة، يعني كان يقدر يخطف فوز في الأشواط الإضافية للمنتخب المغربي. ولكن مش مشكلة، الفرحة كانت أكبر، الفرحة كانت أفضل، الانتصار كان أحسن من خلال طبعا وأمتع في رؤية ركلات الجزاء والتصدي والتفوق الكبير جدا للحارس ياسين بونو اللي كان جاهز بشكل كبير لتنفيذ التعليمات. وهوضح في فيديو خاص انه ايه هو التكتيك والتكنيكات اللي استخدمها ياسين بونو علشان يقدر يتغلب على عناصر المنتخب الاسباني في ركلات الجزاء. ولكن قبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة لو اول مرة تشوفنا على اليوتيوب، وتفعل جرس التنبيهات علشان اول ما الفيديوهات توصل لك التحليلات زي ما قلت لك، تحليل خاص للمنتخب المغربي، تحليل خاص لسفيان امرابط وادواره الكبيرة جدا من غير الكرة، وتحليل خاص لركلات الجزاء علشان نوثق الحدث التاريخي الانتصار العظيم للمنتخب المغربي. كان معاكم احمد سيد من قناتكم تكتيكانو، دمتم في رعاية الله، والف مبروك لكل العرب وافريقيا، وبوجه خاص لمنتخب وجماهير المغرب.